تأسس الجيش الجنوبي في الأول من سبتمبر من العام 1971 كجيش لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يتكون من وحدات برية وبحرية وقوات جوية على أعلى المستويات. امتلك الجيش الجنوبي أسلحة حديثة ومتطورة، وكان ذا تنظيم حديث بني على أسس علمية. فتكونت وزارة الدفاع من 80,000 ضابط وجندي، 40 لواء مشاة وميكاني ودبابات ومدفعيات وصواريخ وقوى جوية ودفاع جوي وبحري، 18 دائرة تابعة لرئاسة الأركان العامة بمختلف أنواعها وتخصصاتها، كليتين عسكريتين، 12 مدرسة تخصصية بمختلف صنوف القوات. القوات الجوية تكونت من لواء 15 طيران سخوي، اللواء التاسع ميج 21 قاعدة العند، طيران نقل السرب الرابع قاعدة بدر، اللواء العاشر طيران عمودي صلاح الدين، سرب تدريب الطيران قاعدة بدر. أما القوات البحرية فتكونت من 16 لواء مشاة، 4 ألوية مشاة ميكانيكية، 3 ألوية دبابات و4 كتائب مستقلة، 3 ألوية مدفعية وصواريخ، 8 ألوية قوى جوية ودفاع جوي، 6 ألوية بحرية وصواريخ ومدفعية وإنزال وحراسات. كان القوام البشري لوزارة الداخلية يتكون من 20,000 ضابط وصف ضابط وجندي وموظفين مدنيين. أما القوام البشري لوزارة أمن الدولة فتكون من 8,000 موظف. بعد حرب غزو الجنوب عام 94 تعرض الجيش الجنوبي للإقصاء والتهميش. هذا الجيش الذي كان له أثر عظيم وتاريخ عظيم أثناء وجوده في أثناء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. هذا الجيش الذي سجل أروع البطولات في تاريخه، بدءا من الفاتح من سبتمبر عام 1971. وفي خلال هذا التاريخ ساهم هذا الجيش الوطني الذي كان له الاعتبار على المستوى الإقليمي والدولي. أود أن أوجه التحية والتهاني الحارة إلى أبناء القوات المسلحة والأمن، وإلى أبناء شعبنا الجنوبي المناضل المكافح المثابر من أجل تحرير والاستقلال واستعادة دولته. وأن هذه المناسبة في اليوم الأول من سبتمبر من عام 1971، ذلك اليوم الذي وضعت فيه اللبنة الأولى لبناء الكلية العسكرية، ذلك الصرح العسكري الشامخ الذي تخرجت منه المئات من القيادات العسكرية. سيطرت دولة الاحتلال اليمني على قيادة الشرطة، الأمن المركزي، النجدة، القوات الخاصة، الأمن السياسي وغيرها، إضافة إلى تغييرها تسمية المعسكرات والكتائب، مثل معسكر العند الذي تغير اسمه من معسكر 14 أكتوبر يوم إعلان الثورة على المحتل البريطاني إلى معسكر 7 يوليو يوم احتلال العاصمة عدن.